السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة لاب لايف. محتوى الفيديو ده مختلف تماما عن المحتوى اللي احنا بنقدمه، لأن احنا هنتكلم عن 10 نصايح لطلبة الجامعة الجدد اللي لسه داخلين أولى جامعة السنة دي. فلو انت مهتم بموضوع الفيديو تابع الفيديو للنهاية. أول نصيحة هنبدأ بيها هي كتر معارفك وقلل أصدقائك أو قلل أصحابك. المعارف وإن انت تكون علاقات شيء مهم جدا، خصوصا في الجامعة، وخصوصا هيفيدك سواء على المستوى الشخصي، على المستوى الأكاديمي، على مستوى الشغل بعد كده. ده شيء مهم جدا، ولكن ما ينفعش ان انت تكتر من أصدقائك أو ان انت تعتبر كل الناس اللي انت بتتعرف عليهم ان هم أصدقائك. في فرق كبير ما بين زميل وصديق. معظم الناس اللي انت هتكون معاها في الجامعة، في المحاضرات، في السكاشن، في المذاكرة عموما، دول اسمهم زمايل الدراسة. لكن صديق الدراسة ده مختلف تماما. ده لازم يعني تنتقيه وتنقيه كويس، علشان المرء على دين خليله، وعلشان الصاحب ساحب. لو انت مصاحب ناس سلبيين هتبقى سلبي زيهم، مصاحب ناس طول كلامهم هنسقط، احنا ما بنذاكرش، احنا ما بنعملش، هتبقى زيهم. مصاحب ناس كل شوية يلا نفكس للمحاضرة دي، يلا ما نروحش السكشن ده، يلا نغيب، هتبقى زيهم. لكن لو انت مصاحب ناس مجتهدة، ناس عايزة فعلا تكون حاجة وعايزة ان هي تتفوق، مش جايين الجامعة علشان يضيعوا وقت، فبرضو انت هتبقى زيهم. فاختار انت عايز تبقى زي مين بالظبط، اختار انت عايز تبقى ايه. انت متوسط الخمس اشخاص اللي انت بتقعد معاهم، فانت لازم تنتقي الناس دي كويس جدا، لان انت في الجامعة انت بتقعد وقت اكتر حتى ما بتقعد مع اهلك، بتقعد مع زمايلك واصدقائك اكتر ما بتقعد مع اهلك. فلازم تنتقي اصدقائك وتنتقي الناس اللي انت بتقضي وقتك معاهم او معظم وقتك معاهم، لازم تنتقيهم كويس جدا. تاني نصيحة هي ان الجامعة مش هتديك كل حاجة. يعني انت لو انت مثلا في مذاكرتك معتمد بس على لو انت مثلا في كلية طبية معتمد على المنهج بتاع الكلية، ومفكر ان انت كده عرفت كل حاجة عن مثلا المرض ده، فانت تبقى مش فاهم الدنيا صح. لان الجامعة بتديك اقل من 50% من المعرفة اللي انت المفروض تعرفها. باقي النسبة ده دورك انت ان انت تدور، ان انت تبحث، ان انت تشوف مراجع، ان انت تجري على المعلومة. لان المناهج عامة مش بتكون كافية ان هي تعرفك كل حاجة. وحتى مثلا على مستوى السكيلز، فبرضه الجامعة مش هتديك كل حاجة، انت اللي لازم انت اللي تدور وتشوف كورسات وتاخد كورسات وتبحث وتجري على المعلومة من الاخر. فما تعتقدش ان انت طالما الجامعة اديتك الجزء ده يبقى انت كده عرفت كل حاجة. لا، انت الجامعة اديتك حرفيا ربع المعرفة اللي انت المفروض تعرفها. الباقي ده دورك انت. بالنسبة للنصيحة رقم 3، وهي مش نصيحة أوي ولكن حاجة لازم تكون واخد بالك منها وعارفها كويس، ان انت خلاص بقيت مسؤول عن نفسك. انت كنت في مرحلة كل اللي حواليك بيسألوك وصلت فين في المذاكرة، قدامك ايه، فاضلك ايه. فكان كل اللي حواليك مهتمين بمذاكرتك، لكن انت بقيت في مرحلة اللي حواليك مش عارفين عنك غير ان انت في سنة كذا في الجامعة بس، مش اكتر. انت بقى المسؤول عن مذاكرتك كلها، انت المسؤول عن، يعني انت في مرحلة الجامعة دي مرحلة اللي هو من 18 ل21 سنة. وفي بعض الكليات اكتر زي مثلا بشري. انت في المرحلة دي انت بتكون نفسك بقى، يعني انت فعلا بتبدأ ان انت تكون نفسك في المرحلة دي. انت كنت في مرحلة الثانوية ما عندكش الوقت الكافي ان انت تكون نفسك، او ان انت تاخد كورسات تتعلم سكيلز معينة. لكن انت في المرحلة بتاعة الجامعة دي انت اللي بتكون نفسك، انت المسؤول عن نفسك. فمفيش حد هيسألك انت وصلت لغاية فين في المذاكرة، مفيش حد هيسألك انت فاضلك قد ايه، مفيش حد هيسألك عن اي حاجة. انت خلاص بقيت مسؤول عن نفسك، وانت اللي مفروض يعني تتابع نفسك في كل حاجة. بالنسبة بقى لأهم نصيحة في الفيديو كله هي ان انت تتعلم دينك. زي ما انا ما لسه قايله ان انت كنت في مرحله ما عندكش وقت ان انت تتعلم اي حاجه غير بس ان انت تذاكر وتدرس وبس.
في الجامعة انت في الغالب لو انت مثلا كلية نظرية هيكون عندك وقت ان انت تتعلم حاجة تانية غير الجامعة، فحاول ان انت تتعلم دينك، ومش حاول يعني حاول ان هي دي تبقى اهم حاجة اصلا عندك، لان هي فعلا دي اهم حاجة. ما فيش حد هيفيدك غير دينك. انت اصلا جاي الدنيا علشان الاخرة، يعني الدنيا دي مرحلة كده مؤقتة، يعني مرحلة كده ايه ترانزيت انت فيه علشان توصل الاخرة. الحياة الابدية لسه ما جاتش. ف انت اصلا في الجامعة يعني حياة مليانة فتن، وانت يعني زي ما لسه قايلة من شوية انت المسؤول عن نفسك، فالفتن حواليك هتكون كتير جدا. هتلاقي ان الدنيا كانت يعني هتلاقي ان الدنيا مفتوحة جدا. انت كنت في مرحلة يعني ايه مقفول عليك من المدرسة للبيت، من البيت للمدرسة، فما كانش عندك فرصة ان انت تشوف اي حاجة. لكن انت في الجامعة الدنيا والحياة مفتوحة جدا، هتقابل فتن كتير، هتشوف فتن كتير، فهتبدأ تقول نفسك طب ليه ما بقاش زيهم. فعشان ما توصلش لان انت تسأل نفسك السؤال ده لازم ان انت تتعلم دينك. وهحاول ان انا احط لكم حاجات ممكن تبدأ بيها، مثلا حاجات بسيطة وسهلة هحطها لكم في الديسكريبشن، ممكن تسمعها في الوقت الفاضي يعني، ودي نقطة هنرجع لها بعد شوية. فاتعلم دينك علشان ده اهم حاجة. نيجي للنصيحة اللي بعد كده، وهي في المدرسة ركز وفي الجامعة نوع. يعني ايه؟ انت في المدرسة انت بتركز على المذاكرة والدراسة وبس، عشان ده فعلا بيكون المطلوب منك في الفترة دي، مش مطلوب منك اكتر من كده. ولكن في الجامعة زي ما انا برضه لسه قايلة ان انت في المرحلة بتاعة الجامعة انت بتكون نفسك، فنوع يعني ما تركزش بس على دراسة الجامعة. الجامعة مهمة ودراستها مهمة، وان انت تذاكر ده شيء مهم جدا 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 واهم حاجة. ولكن حاول ان انت تتعلم مهارات، تاخد كورسات، تنزل ايفنت، يعني حاول ان انت تثقل نفسك بالمهارات اللي تأهلك بعد كده لسوق العمل، عشان ما تتخرجش وتلاقي نفسك فاضي. زي ما بنشوف حوالينا ناس كتير بيتخرجوا يلاقوا نفسهم مش عارفين يعملوا حاجة ليه، علشان هم اصلا خلصوا فترة الجامعة على الدراسة. لا، حاول ان انت تعمل بالانس ما بين المذاكرة بتاعة الجامعة والدراسة بتاعة الجامعة، وما بين ان انت تكون نفسك، تتعلم مهارات، تاخد كورسات، تشوف ندوات، تشترك في الاكتيفيتيز اللي في الجامعة. حاول ان انت يعني ايه تثقل السي في بتاعك، وما تستهونش باي حاجه. يعني اي ندوه مثلا تحس ان هي هتفيدك خدها، ما تقولش ان انا هضيع وقت. الحاجات دي مش بتضيع وقت خالص. ان انت تتعلم مهارات وتاخد كورسات في وقت الجامعه ده مش تضييع وقت خالص. بالعكس ده حاجة مهمة جدا، وده اللي هيفيدك بعد كده. يمكن في بعض الكليات مثلا دراستها يعني في ناس كتير بيتخرجوا بيشتغلوا في مجال غير المجال اللي هم قعدوا طول سنين الجامعة بيدرسوه. فحاول ان انت تتعلم، يعني تاخد كورسات وتتعلم تعليم ذاتي، تعليم غير تعليم الجامعة. النصيحة السادسة بقى، وهي ان انت تستغل وقت المواصلات والوقت الفاضي. في الغالب معظمنا بياخد وقت في طريقه للجامعة، تاخد وقت في طريقك للشغل مثلا. فالوقت ده بيكون يعني في معظم الأوقات بيكون ساعة ساعتين، في ناس بتوصل 3 ساعات. الوقت ده انت يا اما نايم، يا اما بتقعد تتأمل الناس، يا اما بتسمع اغاني. فكل الحالات انت بتضيع في وقت وبتحرق في وقت على الفاضي، مبتعملش حاجة مفيدة. فحاول ان انت تستغل وقت المواصلات، حاول ان انت تسمع بودكاست مثلا، دي حاجة بقت منتشرة جدا ومفيدة وكويسة جدا. حاول ان انت مثلا تقرأ يعني كتاب تكون مثلا منزله على الموبايل وتقراه، بما ان احنا اصلا بطبيعتنا ما بنحبش ان احنا نشيل كتب ونقراها في المواصلات. فانت ممكن تنزل كتب على الموبايل وتقرأها. حاول ان انت مثلا تسمع اوديو بوكس. حاول ان انت يعني حاول ان انت تستغل الوقت ده. الوقت ده بجد بيتحرق على الفاضي. حاول ان انت مثلا تسمع سلسلة مثلا من السلاسل اللي انا قلت لك هحطها لك في الديسكريبشن. ممكن برضو تسمعها في وقت المواصلات. الوقت بقى الفاضي اللي ما بين المحاضرات، في وقت مثلا في بعض الاوقات ممكن يوصل لنص ساعة، في ناس ممكن وقتهم يوصل ساعة، في ناس ممكن يوصل ساعتين. فحاول برضو الوقت ده ان انت تستغله.
بس ده منصحكش ان انت لو انت مثلا وقت يعني فاضي ما بين المحاضرات، وانت اصلا اليوم بتاعك مضغوط جدا وعندك محاضرات كتير، ما انصحكش ان انت بقى تقرا ولا تسمع حاجه ولا تعمل اي حاجه. حاول ان انت الوقت ده تستريح وتستمتع بيه. علشان يعني ما ت... يعني حاول ان انت تستريح وتستمتع، مثلا ان انت ايه، تقعد مع اصدقائك اللي انت هتنتقيهم كويس. ان انت تستريح، تقعد كده مثلا لوحدك، ما تعملش حاجه، تدي نفسك بريك. فالوقت ده منصحكش ان انت تعمل فيه حاجه قوي، قد ما ان انت بس تفصل شويه علشان تقدر تكمل باقي المحاضرات بتاعه اليوم. بالنسبة للنصيحة رقم 7، وهي تعلم ازاي تنظم وقتك. حاول ان انت ما تجيش في جانب على حساب جانب تاني. مثلا ما تعملش وقتك كله للمذاكرة، ما تعملش وقتك كله لان انت بس ترفه عن نفسك، ما تعملش وقتك كله لحياتك الاجتماعية، ما تعملش وقتك كله ان انت تطور من نفسك، ما تعملش وقتك كله للعبادات. حاول ان انت يعني تعمل بالانس ما بين كل جوانب حياتك، ما تجيش في جانب على حساب جانب تاني. جوه المواد ما تجيش ما تذاكرش مادة على حساب مادة تانية. حاول ان انت تنظم وقتك وتتعلم ازاي تنظم وقتك، تتعلم ازاي تدير حياتك بشكل كويس، ما تأثرش في جانب على حساب جانب، وما تضيعش وقتك علشان ما تجيش بعد كده تعيط. النصيحة اللي بعد كده، وهي الجامعة مش مكان لعرض الأزياء ولا مكان للارتباط. الهيلز والفول ميك اب والحاجات الغريبة اللي بنشوفها، انتوا جايين جامعة مش جايين فرح. يعني لو رايحين فرح اعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن انتوا جايين جامعة، فاحترموا المكان ده. تاني حاجة، الجامعة مش مكان للارتباط. انت بتبقى في مرحلة من البيت للمدرسة، من المدرسة للبيت، فبتدخل مرحلة تلاقي الدنيا كلها مفتوحة قدامك. خلاص انت بقيت مسؤول عن نفسك، فبتفكر ان انت تعمل اللي انت عايزه. لأ، مينفعش. يعني اولا دي حاجة حرام. ده اولا خليك عارف كده ومتأكد من كده ان دي حاجة حرام وبتغضب ربنا. ثانيا، الثقة اللي اهلك حطوها فيك وغربوك او غربوكي ووثقوا فيكم علشان تبقوا حاجة، يعني طالع عينيهم علشان انت تبقى حاجة وتنجح وتشرفهم، في الاخر انت تغزلهم. فما ينفعش. احترموا الثقة اللي اهلكم حطوها فيكم، و... واحترموا ان انتوا رايحين جامعة، انتوا مش رايحين مكان. يعني مش المكان ده مش لكده، مش ده المكان المناسب ان انتوا تبقوا مكان مناسب ان انتوا تعرضوا. مفكرين مكان عرض ازياء، فاحترموا المكان ده. كان لازم ننوه على النقطة دي علشان بس ايه، انت بتبقى خارج من مرحلة انت مقفول عليك، بتدخل مرحلة تلاقي الدنيا مفتوحة قدامك، فتقولي نفسك ليه لأ. فانت لو متعلم دينك كويس وعارف ان دي حاجة حرام وما تنفعش، مش هتسأل نفسك السؤال ده. فعشان كده ننوه تاني، اتعلم دينك كويس علشان دي اهم حاجة. النصيحة اللي بعد كده، حدد هدفك من دخول الجامعة. في ناس بتدخل الجامعة عايزة تنجح وتعدي كده وخلاص، مش مهم عندها التقدير، المهم عندهم البيزنس بعد كده. فهم يعني واخدين الجامعة مرحلة بس ان هم يخلصوا منها. في ناس بيدخلوا الجامعة عايزين ان هم يرتبوا على دفعتهم ويتعينوا في الجامعة، وده شيء كويس جدا. في نوع تالت بقى، اللي هو داخل الجامعة هو اصلا مش عارف هو عايز ايه. يعني هو واقف في النص، لا عارف هو عايز يرتب فبيذاكر كويس، ولا هو عارف ان هو عايز يعدي وخلاص. يعني هو ايه، ماشي كده وخلاص. فحدد هدفك من دخول الجامعة، شوف انت عايز ايه، ويعني اشتغل بقى على الهدف ده. عايز بيزنس بعد كده، وان انت يبقى عندك بيزنس وتشتغل والكلام ده كله، ماشي، انت حر في اختياراتك. عايز تتعين وتبقى معيد وهكذا، انت حر في اختيارك. عايز بقى تقف في النص، فانت حر برضو. انت في الاول وفي الاخر يعني كل حاجة هتكون ثمار اللي انت بتعمله دلوقتي. فحدد هدفك من دخول الجامعة. اخر نصيحة معانا، وهي اتعلم مهارة تدخلك فلوس. في ظل الاوضاع الجميلة الظريفة العجيبة اللي احنا عايشينها، انت شايف الدنيا عاملة ازاي وشايف الاوضاع رايحة لفين، فلازم تتعلم مهارة تدخلك فلوس زي البرمجة. والبرمجة دلوقتي بقت حاجة انت لازم اصلا تتعلمها، حتى لو هتتعلم البيزك بس. يعني
زي مثلا التعليق الصوتي، زي المونتاج، زي ان انت تتعلم لغة او تشتغل فيها، زي الالماني من اكتر اللغات اللي الفلوس فيها اسمع يعني ان هي كويسة. فلازم تتعلم مهارة تدخلك فلوس عشان انت شايف وعارف الاوضاع اللي احنا عايشينها. حاول ان انت تتعلم مهارة تقبضك بالاخضر، عشان خلاص يعني الجنيه ده مبقاش ليه قيمة، فتعلم مهارة تدخلك فلوس. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يعني اتمنى ان هو يكون فيديو مفيد. لو تعرف حد داخل اولى جامعة او هو دخل اولى جامعة، يعني بما ان الدراسة بدأت، ابعت له الفيديو، وربنا يوفقكم جميعا، وتبقى مرحلة موفقة ومثمرة بإذن الله عليكم، ويوفقكم، وتكون كده مرحلة تقولوا بعدين ان هي كانت من احسن سنين حياتكم. وبس كده، وده كان فيديو النهاردة. ولو استفدت من الفيديو كالعادة متنساش تدعيلي دعوة حلوة. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.